ايه الحاجة المشتركة بين أنتوني هوبكنز في دور هانيبال ليكتر وروزاموند بايك في دور إيمي دون؟ ليه الشخصيتين شبه بعض؟ نفس البرود العاطفي، نظرات الشر الهادية، الذكاء الحاد، والشر اللي ما تقدرش تتخيل آخره فين. لما تتفرج على جون جيرل، روزاموند بايك مش بتعمل مجهود علشان تخوفك. مفيش صريخ، مفيش نظرات شر تقليدية زي هانيبال ليكتر بالظبط. الاتنين بيتكلموا بهدوء، شكلهم متحضر، وممكن يبتسموا لك وهما بيخططوا لأسوأ حاجة ممكن تتخيلها. لكن روزاموند بايك أخطر، انت مش بتعرف أصلا إنها شريرة غير بعد فوات الأوان. هانيبال ليكتر انت عارف من البداية إنه وحش وقاتل متسلسل وخطر، بس هو مرعب علشان انت مش عارف هو بيفكر ازاي. إيمي دون وحش عامل نفسه طيب، هي زوجة وكاتبة وست راقية، شخص ممكن تعيش معاه سنين من غير ما تكتشف حقيقته ولا تعرف هو بيفكر في ايه، وهو ده اللي بيخليها مرعبة. فهنا بيجي سؤال مهم، روزاموند بايك بتنجح في أدوار الشر بس؟ علشان نجاوب على السؤال ده لازم نرجع لورا ونشوف بدايتها كانت ازاي. روزاموند بايك درست أدب إنجليزي في أكسفورد. أول دور سينمائي ليها كان في جيمس بوند، لكن أهم دور في بداية مشوارها كان جين في برايد أند بريجيتس. شخصية رقيقة جدا ومختلفة تماما، وفضلت سنين هوليوود حطها في أدوار جانبية لغاية ما جت سنة 2013 المخرج ديفيد فينيشر كان بيحضر لفيلم جون جيرل، بيدور على ممثلة تكون مناسبة للدور. في ممثلات كتير كانوا مرشحين للدور، بس أكتر أسماء اتكررت في الصحافة كانت شارلي ثيرون وناتالي بورتمان. لو انت بتختار هتبقى شايف ناتالي بورتمان أقرب واحدة للدور، لأنها كانت لسه عاملة بلاك سوان في 2010، فيلم أيقوني وشخصية معقدة، فهي أنسب واحدة للدور. ولو أنا بختار هبقى شايف نيكول كيدمان. بس ديفيد فينيشر كان مهتم جدا بروزاموند بايك. في 2013 لما تسمع الكلام ده ممكن تستغرب ليه مخرج يختار ممثلة ما عملتش قبل كده دور شر تقيل زي ده. بس المخرج ده ديفيد فينيشر اللي عمل فايت كلاب وسيفن وبنجامين بوتون. مخرج بنى مسيرته على شخصيات معقدة ومختلة نفسيا، فهو من أفضل المخرجين في التاريخ اللي بيعملوا دراما نفسية وبيعرف يقدم لك شخصيات معقدة. فاختياره لروزاموند بايك كان مثير جدا، ولما اتسأل بعد الفيلم ليه روزاموند بايك قال لهم عشان معرفتش أقراها. فينيشر قال إنه اتفرج عليها في أكتر من فيلم على مدار 10 سنوات ومع ذلك معرفش يكون تصور عن شخصيتها. روزاموند شخصية غامضة وما تعرفش تقراها بسهولة. متخيل واحد من أدق المخرجين في قراءة الممثلين معرفش يقرأ ممثلة على مدار 10 سنين، وهو ده بالظبط اللي كان محتاجه. ديفيد فينيشر ما كانش بيدور على ممثلة تعرف تعمل شريرة، كان بيدور على ممثلة الجمهور ما يعرفش هي صادقة ولا بتمثل، مش قادر تكرهها ولا قادر تتعاطف معاها، تخليك تحس بمشاعر متنوعة، خصوصا إن الفيلم بيفاجئك في النهاية. ممثل معروف بأدوار الشر كان هيكشف اللعبة بدري، وفي شهر 10 2014 بيتعرض الفيلم وروزاموند بايك بتعمل دور أيقوني في الشر. دور إيمي دون بيخلي روزاموند بايك تتحط جانب الجوكر وهانيبال ليكتر وخفير بارديم في قائمة أهم الأشرار في التاريخ. رأيي إن إيمي دون أهم شخصية شريرة اتعملت في تاريخ السينما. ليه؟ علشان أسباب كتير، ولو مختلف معايا اكتب لي مين أهم منها وليه أهم منها. لو سألتكم مين أكتر شخصيات شريرة اتعملت في السينما، في أسماء دايما بتتكرر زي خفير بارديم في نو كانتري فور أولد مان، وهيث ليجر في الجوكر، وأنتوني هوبكنز بصمت الحملان. بصوا على شكلهم مخيف ومش مريح، وضحكتهم بتخوف أكتر من أفعالهم. لما هتصمم شخصية شريرة لازم تبقى كل حاجة فيه بتخوف. الأشرار مش دايما شكلهم حلو. السؤال هنا إزاي ست شكلها حلو درست أدب إنجليزي وعملت أدوار رومانسية وكوميدية كتير تتحول للوحش ده؟ في تناقض واضح بين شكلها وأفعالها. العبقرية في أداء روزاموند بايك إنها قدرت تخلي إيمي مخيفة من غير مبالغة، ده غير إن كل الأشرار اللي اتكلمنا عنهم مشهورين بدور شر واحد. روزاموند عملت دورين شر والاتنين نجحوا، والاتنين مختلفين جدا. إيمي دون في جون جيرل، مارلا جريسون في أيكيرا لوت. شخصية إيمي كانت مختلفة جدا عن أي شخصية شريرة تانية. عشان نبسط أكتر خلينا نعمل مقارنة بشخصية شريرة زي اللي عملها خفير بارديم. شخصية كانت أيقونة في الشر، انت بتتفرج طول الفيلم على وحش بيقتل الناس بدم بارد سواء عملوا له حاجة أو لأ. هو بيقرر إنه يلعب معاهم ملك وكتابة وانت وحظك، بس لما بيتصف في آخر الفيلم الوحش ده بتشوفه وهو ضعيف. لكن شخصية إيمي دون لغاية آخر الفيلم وهي محتفظة بوحشيتها ولسه في حاجات ما عملتهاش. إيمي بترعبك لأنك ممكن تعيش معاها سنين من غير ما تعرف حقيقتها.
ولا تعرف هي بتفكر ازاي ولا اخرها فين. يعني لو قرروا انهم يعملوا مسلسل بيتكلم عن شخصية ايمي بس في شبابها وقبل ما تتجوز، هنتفرج عليه علشان عارفين ان لسه عندها كتير. وده ياخدنا لسؤال مهم: ليه روزاموند بايك ممثلة مرعبة؟ هي مرعبة مش بس عشان بتخوف، ده كمان عشان موهبتها فظيعة. بعد اي نجاح كبير لممثل في دور معين، السؤال اللي بيبقى موجود: يكرر الدور اللي نجح فيه والجمهور حبه، ولا يخاطر ويغير جلده؟ بعد نجاح جون جيرل روزاموند كان قدامها مشكلة أكبر من الفشل، إنها تتحبس طول عمرها في شخصية إيمي. بعد ما كلنا شفنا أدائها المرعب في جون جيرل، هل هتعرف تعمل دور رومانسي؟ وهل هتقنعنا بدور سيرة ذاتية؟ هل هتعرف ترجع للشر من غير ما تعيد نفس الدور ونفس الأداء؟ ولا هنفضل دايما حابسينها في دور جون جيرل؟ في الحقيقة روزاموند بايك ممثلة قوية جدا. من سنة 2014 وقت عرض جون جيرل لغاية النهاردة، روزاموند بايك عملت أكتر من 20 دور، كلهم مختلفين عن بعض. ودي حاجة صعبة، لأن كل شخصية بتحتاج تحضير كتير ووقت علشان تدخل فيها ووقت علشان تخرج منها. بعد جون جيرل بسنتين عملت A United Kingdom، دور سيرة ذاتية عن قصة حقيقية، شخصية لطيفة وهادية. بعدها بسنتين عملت دور مختلف تماما في A Private War، دور ميري كوليفين، شخصية حقيقية، صحفية حرب شجاعة وبتلف العالم كله بتغطي الحروب. هنا بدأنا نشوف موهبة خام واستثنائية، دي مش روزاموند بايك اللي احنا عارفينها. بعد كده عملت دور ميري كوري، واحدة من أهم العلماء في التاريخ، كسبت جايزتين نوبل، وتاني بتكرر نفس الأداء القوي، ذكاء وعزلة وصراع داخلي. وبعدين بتعمل ستيت اوف ذا اونيون، الدور اللي كسبت عليه ايمي، بتعمل حاجات مختلفة جدا. فدي مش ممثلة بتعمل أدوار شر وبس، ولا ممثلة بتعمل أفلام تجيب فلوس، دي ممثلة بتعمل شخصيات معقدة. ففكرة إنها نجحت في أدوار الشر بس مش حقيقة، دي بتعمل شخصيات معقدة وبتحط نفسها في تحديات صعبة. يعني في 2020 وبعد كل الأدوار المعقدة دي، عملت فيلم أيكيرا لوت، الفيلم اللي كسبت بسببه جولدن جلوب. تاني رجعت لدور شر قوي ومعقد. لما رجعت للشر في أيكيرا لوت ما كررتش إيمي دون، لأ، عملت حاجة مختلفة جدا، وكأنها مش نفس الممثلة اللي عملت جون جيرل. وبعدين عملت نقلة مختلفة من السينما والتلفزيون للمسرح، فعملت مسرحية انتر آليا، بتعمل شخصية جيسيكا باركس، دور قاضية وأم. المسرح اختبار صعب لأي ممثل، مفيش مونتاج، مفيش إعادة، مفيش موسيقى تساعدك، انت واقف قدام الجمهور وكل كلمة محسوبة. وفي نفس السنة عملت فيلم ليديز فيرست على نتفليكس، كوميدي لايت، وبتبدل بين الشخصيات بسهولة جدا وبسلاسة. فهي هنا عاملة زي مايسترو وبيعمل بالانس قوي، بتتنقل بين الأدوار والشخصيات المعقدة بسهولة جدا. تنوعها في اختياراتها بيفكرني بميرل ستريب. اللي عايزة أقوله من ده كله إن روزاموند بايك مش مجرد ممثلة نجحت في أدوار الشر، روزاموند بايك ممثلة ومنتجة وفويس أوفر وممثلة مسرح. كسبت جولدن جلوب عن دور شريرة، وإيمي عن دور كوميدي، وأوليفير عن المسرح. فده اعتراف عالمي إنها ممثلة متنوعة، ولسه لغاية دلوقتي أعظم دور في مشوارها لسه مجاش، وعندها كتير تقدمه. قولولي إيه أكتر دور حبيتوه لروزاموند بايك؟ وهل إيمي فعلا أهم شريرة في تاريخ السينما، ولا في أهم منها؟